السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصفتنا لليوم المندي بطريقة جدا لذيذة وسهلة ومكونات جدا بسيطة. هنا معنا الدجاج مغسول ومنقوع بالخل لمدة نص ساعة حتى تروح الزفار. نضيف البهارات الصحيحة إلى القدر ونضيف عليها كوبين من الماء الحار، ونضيف ملعقتين من الزيت. لكل كوب رز كوبين من الماء، ونص ملعقة صغيرة من الملح. نضيف الأرز على الماء الحار مع البهارات الصحيحة. نغطي القدر بطبقتين من القشطير. بعد أن وضعنا طبقة من القشطير نضع فيها ثقوب. الآن نضع الدجاج فوق القشطير. نضع طبقة فوق الدجاج من القشطير وندخلها الفرن لمدة 50 دقيقة. ندخله على الفرن لمدة 50 دقيقة، النار من تحت على درجة 180 درجة. ننتقل هنا لتحضير سحاوق المندي. معنا الكزبرة والنعناع والفلفل الأخضر والفلفل الأحمر الحار اختياري، وحبة طماطم كبيرة مقطعة، و3 فصوص من الثوم، والقليل من الكمون والملح. ونضيف القليل من الماء. هنا أصبحت السحاوق جاهزة. نتركها إلى وقت الاستخدام. بعد مرور 50 دقيقة نخرج الدجاج ونضعها في قشطير وندخلها الفرن من فوق، الحرارة من فوق. ندهنها بقية خلطة الدهن المتبقية حتى تتحمر جيدا. الآن ندخلها الفرن لمدة 10 دقائق. بعد أن جهز الأرز طلعنا القشطير من المندي. بعد أن جهز المندي هذا الأرز نضيف الدجاج بعد أن حمرناه فوق الأرز ونبخره. نضيفها على الأرز نبخر الدجاج مع الأرز. ونضيف الزيت فوق القمر. التبخير يعطيه جدا جدا نكهة ولذة بالطعم. بعد أن انتهينا من التبخير طلع الدجاج
نطلع الأرز. جدا نكهته لذيذة. وجدا نثري. وهذه نتيجة المنديل. لا تنسوا تجربوا، جدا روعة ولذيذ. جدا الدجاج ذائب. لا تنسوا تجربوه مع السحاوق. بعد أن تبلنا الدجاج جيدا ننتقل إلى تحضير الأرز.